النائب الشريف الصوت الحر الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، تضامني المطلق معه، تضامننا جميعا معه، والتضامن ديال كل شيء المغاربه كلهم تضامنهم مع هذا الرجل. راه يعني لا يعقل، لا يعقل والله العظيم، لا يعقل حق الله العظيم. اذا انا شعرت يعني بقلبي كيتمزق انه الوزير الوهبي يعني بدا كيلوح بانه باغي قضيه الدكتور منار سليمي. علاش؟ قال وجهه نظر انتقدوا. راه هذا الشيء لا يعقل، لا يعقل، راه لا يعقل. راه ما يمكنش السي وهبي انت تعطي لنفسك الحق، انت وزير، الكلمه محسوبه عليك، كلامك ممكن يدير لنا مشكل، ممكن يورط المغرب في مواقف دوليه، ممكن يدير لنا، ممكن يتسبب لنا في قطع علاقات مع دوله اخرى، ممكن يشوش. انت وزير صاحبي، انت وزير، انت وزير، انت مسؤول، انت عندك ثقلك، عندك وزنك، عندك موقعك، خاصك تدوع بهذه المسائل. الا ما كنتيش هذه الامور كتوعى بها، شوف الناس اللي كيستشروا تستشر معهم، سولهم يحطوك في الوضع ديالك الاعلامي، تعرف انه الكلمه محسوبه عليك يا صاحبي. انت تمثل واحد المؤسسه رسميه في المغرب. كلام وزير العدل يعتبر جزء من الحكومه، يقدر يدير لنا زوبعه في العالم. انت تعطي لنفسك الحق انك تقول اللي بغيتي بدون حاسب وراء او رقيب، وانت كتعرف السي وهبي انك جزء من واحد الحياه السياسيه ديمقراطيه، كدير العمل السياسي ديالك بدون ما حتى شي حد يعيط لك في التليفون ويقول لك اش تقول واش ما تقولش، وما حتى حد ما عمره غيعيط لك يقول لك اش تقول واش ما تقولش. المغرب هذا الشيء ولا وراءنا، هذا الشيء كنسمعوا عليه حنا في السبعينات، انت براسك كتسمع عليه. انك تجي دابا انت تعطي لنفسك الحق وانت في موقع مسؤوليه وتقول كلام غير مسؤول وغير دقيق ويفهم خطا ولا ما يفهمش خطا، انت اللي مسؤول على الكلام اللي تقال. واخا يتفهم خطا ما تحاسبش الناس شنو فهموا، حاسب العبارات ديالك كيفاش انتقيتيها والطريقه باش تكلمتي. انت تعطي لنفسك الحق وانت مسؤول، يعني مسؤوليتك جزء من مسؤوليه البلاد ومن صوره البلاد. تعطي لنفسك الحق انت تقول اللي بغيتي، وملي يجي استاذ جامعي لا يملك الا الستيلو ديالو والقلم ديالو والمدرج اللي كيتكلم فيه مع الطلبه والمنابر ديال التواصل الاجتماعي، تجي انت دير معاه تقول نقاضيه لانه شنو دار هذا الاستاذ؟ انتقدك. لا يعقل، لا يليق لا بك ولا بصوره المغرب ولا هذا الشيء. كنا كنتقدوه، انت براسك السي وبيك كنتي كتنتقد هذا الشيء ملي كانوا كيديروا الرميد، ملي كانوا كيديروا وزاره العداله، انت براسك كنتي كتنتقد هذه السلوكات. لا يليق. شنو قال لك هذا السيد؟ واش شكك في ذمتك الماليه؟ واش اتهمك بالفساد؟ واش اتهمك بالسرقه؟ واش اتهمك بالنهب؟ واش اتهمك بشي اتهام اللي هو ممكن انت رجل قانون، انت محامي، ممكن انت يعني تحاسبوا على هذا الشيء بمنطق قانوني. لو اتهمك شي اتهام اللي هو اتهمك شي اتهام جنائي، اتهمك بالقتل، اتهمك بالاجرام، باش اتهمك هذا الرجل شنو قال لك؟ قال لك انك ارتكبتي سلوك سياسي ودبلوماسي خاطئ، انك قلتي كلام ما خاصوش يتقال، انك كتكلم على واحد في ملف معين ما عندكش ادرايه والمام به، وانت كتشوف النتائج ديالو. انت قلتي واحد الكلام معين، ذاك الكلام معين لم يكن في محله، انا براسي انا علقت عليك، كل شيء علق عليك، المغاربه كل شيء علقوا عليك، كلام غير لم يكن في محله، لم يكن دقيقا، وماشي اول مره السي عبد اللطيف وهبي، انت كتعرف راسك مزيان والناس المحيط ديالك كيعرفوك مزيان وكل شيء كيعرفوك مزيان. عندك مشكل في التواصل ولا السي وهبي؟ على الاقل بقى تكتب وتقرا وقرا بلغه عربيه سليمه بدون تلعثم وبدون يعني اخطاء لغويه عربيه وبدون هذا الشيء. هذه المسائل خاصك، هذه انتقادات، انت مسؤول عمومي، صوتنا عليك وصوتوا عليك الناس وصوتوا عليك المغاربه باش تكون وزير، من حق كلشي الناس ينتقدوك. فما يمكنش انت تقول استاذ جامعي غادي نقاضيه. هذا الشيء زعما ولا وراءنا السي عبد اللطيف، ولا وراءنا هذا الشيء، لا يعقل، لا يعقل. استاذ جامعي شنو تيدير؟ شكون هو السي منار سليمي؟ منار سليمي اللي هو استاذنا واستاذ اجيال واستاذ اساتذتنا، والرجل ندر نفسه صباح مساء منذ اكثر من 24 سنه، هو اول واحد واقدم واحد ينبه للعصابه الحاكمه في الجزائر ولمؤامراتها ودسائسها. ولا شكون اللي دار داك الشيء تيدير سي منار سليمي في هاد 24 سنه؟ شحال ديال الناس كانوا اساتذه جامعيين مع احترامي للكل، اقدم واحد واجرأ واحد في الترافع على المغرب وعلى القضيه ديال الوحده الترابيه المغربيه وكذا. انا نفسي احد النتائج ديال انه عندنا في المغرب واحد السيد سميتو سي عبد الرحيم منار سليمي، وماشي غير انا، الكثيرين امثالي كيتكلموا اليوم في وسائل الاعلام واساتذه جامعيين واعلاميين وغيرهم وكذا. من العيب هذا الشيء، لا يليق بصوره المغرب، لا يليق بالمغرب. يعني هذا كتكلموا على بدايه الكلام او تبدا كتلوح بكلام غير مسؤول، اشباه المثقفين. احنا اشباه المثقفين، السي عبد الرحيم منار سليمي اشباه المثقفين.
أنت بنفسك ما تنقولوش راك من أشبه المثقفين، قبل ما تكون وزير أنت كنت كتنتمي للفئة المثقفة في المغرب والنخبة المثقفة في المغرب، محامي ورجل قانون وكذا، عمر شي واحد قال لك أشبه المثقفين، شي واحد طعن في التكوين ديالك ولا طعن في هذا، لا يُعقل، لا يُعقل، هذا الشيء لا يُعقل، ما نبغيوش نتكلموا بهذه اللغة. السي عبد اللطيف مع احترامي الشديد ليك نطلب منك حاجة وحدة، راجع أسلوبك التواصلي، ما فيها حتى مشكل، ما فيها حتى مشكل، راجع أسلوبك التواصلي، اختار مع من تشاور. وغادي تخرج من هاد المأزق وهاد العقبات كاملين، راه ماشي انت لانك عندك القدره على الكلام وعندك القدره على الاصطدام وعندك القدره على كذا، وهذه حتى هي كفاءه كتواصل وتصطدم ودير ما عندك غرض، ولكن راه الا قارناك مثلا بن كيران كان كيخرج كيقول اي حاجه بحالك بحالو حتى هو كينطق، ولكن ما كيقسم الراي العام على جوج، كيجمع واحد النص معاه والشيء الاخر تيولي ضده، انت كيولي كلشي ضدك اصاحبي، واطرح هاد الاسئله على نفسك، كيفاش كتنوض كتكلم كلشي كيولي ضدك، الناس من الاصوات من داخل الحزب ديالك دابا ضدك. ما كنتيش انت كتحتج بهذه الاحتجاجات على الياس العمري وعلى بن شماس؟ لا يعقل السي عبد اللطيف، هذا الشيء والله العظيم لا اقبله لك، ولا صوره المغرب ولا وزاره العدل ولا ما لا اقبله، لا يقبل لك حتى شي واحد. طيب المفروض ترفع على الامور هذه، استاذ جامعي تنوض تقول انا القاضي استاذ جامعي واشباه المثقفين. لا يعقل، هذا الكلام لا يليق، لا يليق. باقي ما وصلتش لمناسبه الكلام وحنايا فين والنكبه اللي حنا فيها والازمه اللي حنا فيها والحمله الاعلاميه اللي مديوره على المغرب وهذا الشيء كله، هذا الشيء كله نضربوا به عرض الحائط نجلسوا نقابلوا سي وهبي مخلي هذا الشيء كامل عمده ديال تارودان، نص ثلثين ثلاثه الارباع ديال المنطقه ديالك اللي انت تمثلها وتديرها ومسؤول عليها منكوبه، خليتيها مشيتي تقلدتي مهام اخرى ما نكلفك بها حتى واحد. انا بعدا المسؤوليه الاساسيه كتحملها عزيز اخنوش، سي عزيز اخنوش انا ما عرفتش شنو كيدير، رئيس حكومه ما عرفتش شنو تيدير في هذا الشيء، رئيس حكومه مخلي دابا وزير العدل خارج كيتكلم بسميه وزاره الداخليه والطيارات والجيش وكل شيء، خارج كيتكلم بسميه كل شيء وداير لنا مشكل قداش هو، وعاطي فرصه ذهبيه لهاد البياضق لهاد المرتزقه لهاد المجرمين ديال العساكر ديال المراديه خارجين كيهاجموا ويتهجموا على المغرب وتيقول لك كذا وتيكذبوا على السياسه على الدبلوماسيه المغربيه وتيكذبوا على وزاره الخارجيه وتيكذبوا على في الدعم وتيكذبوا في كيدعيوا انهم متضامنين مع المغرب، يعني عطيهم فرصه ذهبيه فين يتهجموا علينا وفين يبنيو هذه الحمله الاعلاميه ويخدموا عليها. سي عبد اللطيف عندك وعي سياسي، انت رجل سياسه، انت ماشي انسان تكنوقراطي ولا انت انسان سياسي، يعني عندك وعي سياسي المفروض شي تنتبه ليه، انت خاصك شي تنبه ليه، زعما انت اللي كاين، انت اللي كتعرف تهضر، ما الشجر ما يدير هذا الشيء، مال هذا شحال من واحد ما يديرش، زعما انت اللي كدير السياسه في المغرب، سي عبد اللطيف لا يعقل. انا لا زعما من الامور اللي كتحز في النفس انه تولي عندنا الامور في هذا المستوى، في حين حنايا في واحد الوضع اللي هو حاله استثنائيه، ملك البلاد الله يحفظه يعني غادي بشخصه بهذا كيدير العمل الميداني خدام كيشتغل ميدانيا غادي عند الناس. شكون كلفك اخويا تهضر انت على الموضوع، وشكون قال لك خرج تهضر كاع وسائل الاعلام؟ هي تشاور على الاقل، هز التليفون عندك كاين وزير خارجيه زميل ديالك في الحكومه اتصل به تشاور معاه يتقن الكلام، كيعرف اش يتقال واش ما يتقالش، ما كاينش السي بوريطه اللي يقدر يعني العالم الدنيا مجمعه على ان الرجل كيعرف كيعبر الكلمه كيحط لها الميزان ديالها، عنده الميزان ديال الالماس والميزان ديال الذهب باش كيعبر الكلمات والحروف والافراد والمفردات والمعاني. تشاور معاها صاحبي، تشاور انت وزير في الحكومه ممكن تشاور، ما تطيحش في هذه المشاكل. وبغيت كحلها تعميها، بديت انا وزير العدل بغي قاضي استاذ جامعي، فين عمرها وقعت هذه؟ عمرها في تاريخ المغرب شي حد ما دعا شي استاذ جامعي، شي وزير دعا استاذ جامعي، عمر شي وزير ما دعا استاذ جامعي في المغرب. اشنو دارت الاستاذ الجامعي؟ قال لك يا ودي راه بالمنطق بالعلم ديال التواصل وبالمنطق ديال السياسه الخارجيه وهذا راك غلط، الخرجه ديالك لم تكن موفقه، من حقه يقول صاحبي انت يا وزير كلامك مسؤول ودار لنا مشكل حقيقي. الجزائر وفرنسا دايرين علينا حمله اعلاميه مسعوره خدامين صباح مساء كيحاولوا يرسموا للعالم واحد الصوره علينا مخطوئه خاطئه، بيرسموا علينا صوره ديال انه المغرب راه فاشل وانه عاجز عن مواجهه الازمه والكارثه وانه كيرفض الدعم الدولي واخا الناس يخليهم ميتين ما عنده غرض بهم. خدامين على حمله منظمه مدروسه، خدامين على الاقل واحد 100 مؤسسه اعلاميه خدامين جالسين كيطحنوا بقرار سياسي فرنسي جزائري. لو تعطيهم الفرصه
وملي يجي السيد يقول لك راك مخطئ وكتقول كلام مغلوط، وهما كيقولوا هضره ما كايناش اصلا وانت تبنيها معاهم، راه لا يعقل. عاد حنا واش في الموقع واش حنا فيه فاش ولا فاش؟ حنا عندنا جوج ديال الحوايج، كنقولوا الحاجه الاساسيه اللي عندنا دابا هي كلشي معبأ من اجل انه نقضيو على الكارثه وعلى الاثار ديالها ونوقفوا مع دوك الضحايا مساكن وكذا ونوقفوا نتجندوا كلنا ورا سيدنا ونوقفوا وراه. حنا هذا هو الاولويه الاساسيه ديالنا في المغرب. الحاجه الثانيه هي نتواجهوا مباشره مع الحمله الاعلاميه اللي باغا تضر المغرب. واش انا اللي كنتكلم في الزلزال واش انا متخصص في علم الزلازل؟ راه القضيه ولات فيها العلاقات الدوليه ولا فيها الجيوبوليتيك ولا فيها الاجندات الخارجيه كتستهدف المغرب ولا فيها كذا. شويني انا وبين الزلازل نهضر على الزلازل، انا كنفهم شي زلازل، راه كنتكلموا على مساله مسيسه فيها السياسه. عندك جوج ديال الدول جالسين خدامين كيهاجموك، او دوله وعندها اقليم ديالها في افريقيا خدامين كيهاجموا فيك، بانين حمله اعلاميه وسياسيه بيحاولوا يضربوك وكيغطيو على واحد المشروع اخر خدامين فيه. هادشي مازال دابا في غمرات هادشي اللي تيوقع عوض نكشفوهم ونوقفوا عندهم ونفضحوهم شنو تيديروا في الموضوع ديال الصحراء والقضيه دابا ديال ابراهيم غالي اللي مشى لنيويورك وتلاقى مع هذا وشنو كيبلانيو هذا والمجلس الامن، وحنا قربنا لاكتوبر والقرار ديال مجلس الامن وشنو جالسين كيديروا، عوض نفضحوا المخططات ديالهم وننبهوا لهم ونشتغلوا عليهم، ولينا جالسين مقابلين السي وهبي خارج كيقول كلام غير مسؤول. ملي رد عليه استاذ جامعي خارج كيقول لك اسيدي باغي يقاضي. خليو هادشي كامل دابا حنا نجلسوا نقابلوا السي وهبي، قابلوا السي وهبي دابا مالو تقلق علاش علق عليه السي منار سليمه هو قاضي اخويا قاضينا كاملين. انا صافي اخويا جويتين دابا انت نخليو الجزائر يديروا على الحمله ونخليو هادشي كلشي يبقى غادي هكاك وبقى لنا انت على خاطرك، خرج انت قول اللي بغيتي وما نردوا لا عليك لا على الجزائر لا نفتحوا الحمله ديالهم لا نفضحوا الخطا ديالك لا نديروا حتى حاجه ما نتكلموش صافي حتى عاد ما يتكلم نخليوك صافي غير انت والجزائر يطعنوا فينا من الظهر وانت يعطيهم الفرصه في يزيدوا يطعنونا باخطائك. فواحد ما كيشكك في نواياك ولا وطنيتك، راه خاصك تميز هذا الشيء. حتى واحد واش السي منار شكك لك في وطنيتك؟ شكك في نواياك، قال لك سلوك خاطئ، دار لك تحليل علمي سياسي سلوك خاطئ، وسلوك خاطئ كيجي واحد يقول العكس. انت براسك في قرارات نفسك السي عبد اللطيف وهبي كتعرف ان سلوكك خاطئ، ان التصرف اللي تصرفتي تصرف خاطئ. نسكتوا كاملين صافي، غلطتي انت وعطيتي للجزائر الفرصه فين يجلسوا يطعنوا فينا، لا حتى واحد ما يتكلم عليك انت، حتى واحد ما يتكلم صافي نبقاو حنايا جالسين نخليو الجزائر يديروا ما بغاو، خليو فرنسا دير ما بغات، خليو انت خرج دير الاخطاء وخليهم يراكموا علينا. سي اخنوش ساكت كاع ما جيب الخبر هذا الشيء كله كاع ما مدخل معنا، داير واحد التعزيه يتيمه باهته بعد 3 ايام من هذا. سي بيتاس ما كاينش معنا في هذا العالم كاع، لا هو ناطق رسمي ولا هو ما مسوقش لهذا الشيء كله. هذا الشيء كله نخليو نتغاضاو عليه حنا دابا ما نتكلموش، حنا ما نتكلموش دابا ما ندويوش، لا عاود تكلم يزير يدعيك اش كتسحب لكم اصاحبي. واش دابا نتوما راكم رجالات سياسه وحنا في حياه سياسيه ديمقراطيه وانتم عندكم واحد المهمه معينه خاصكم تقوموا بها، راه لا يعقل، راه لا يعقل هذا الشيء، راه لا يعقل، راه لا يعقل والله العظيم هذا الشيء لا يعقل. ونخليو الموضوع الرئيسي حمله شرسه اعلاميه خدامه ضدنا دابا دايرها ماكرون، كيتكلم وكانه يتضامن، هو راه يدير حمله اعلاميه. راه هذه القضيه اللي اللي كيدير ماكرون اللي كدير الجزائر راه دايره بحال شي واحد هو وصاحبه متآمرين على شي واحد باغيين يضربوه وكيتفقوا، واحد كيمشي يهجم عليه والاخر يدير راسو كيفك، هو راه ماشي كيفك، كيشد الضحيه كيشد الاخر باش يتضرب. قوالب ديال التواصل، قوالب ديال الحملات الاعلاميه، قوالب ديال البروباغندا، كنقراو هذا الشيء كندرسوه كنعرفوه كنفهموا اساليبهم كنفهموهم جيدا، ما غيديروهاش بينا. ولكن باش نتفرغوا لهم ونفضحوهم شنو تيديروا بالضبط نوليو جالسين قابلين السي وهبي ما مالو رشقات ليه خرج بدا كيهضر قال لك هو كيهضر على الطيارات وانه صيفطنا الطيارات. شكون انت اخويا عطاك هذه المسؤوليه؟ شكون كلفك بالطيارات؟ شحال علاقتك بالقوات المسلحه الملكيه؟ واش عطيتي الاوامر للقوات المسلحه الملكيه تهضر بهذه اللغه؟ على الاقل وانت كتكلم كوزير خارجيه وانا نقريوك التواصل السياسي، راه عندك طاقم، راه عندك الناس كتعطيهم الملايين في الشهر باش يديروا معك الاداره ديال الحملات، راك داير فريق. يقولوا لك اودي لو بغيتي تهضر على هذا الموضوع على الاقل قول انه راه القوات المسلحه الملكيه باوامر مباشره من صاحب الجلاله كذا، تكلم اصاحبي على الاقل لغه، خرج شي شويه وقول للناس ما يقدموكش كوزير العدل، وقول لهم عطا الله الاساليب عطا الله الطرق، وبغيتي تقول رايك مزيان خرج تفاعل ما قلنا والو، مزيان وزير من الحكومه غيخرج وغيتفاعل، تفاعل تفاعل مقاد، تشاور
بني الخطاب الإعلامي ديالك بنيه بناء مزيان، ما بنيتيش مزيان ودرتي أخطاء وقلتي كلام اللي تستثمروه الخصوم والأعداء ديالنا وجالسين كيروجوا به حملة كاملة ضدنا، حتى واحد يتكلم عليك صافي عاد دير اللي بغيتي ما كاين مشكل، راه مسؤول عمومي يا صاحبي، راك مسؤول عمومي، راه لا يُعقل. وتنوض في الآخر تقول راه غادي ندعي هذا، وأشباه المثقفين شنو هاد اللغة، اش هاد الكلام، اش هاد الكلام، شنو أشباه المثقفين، شنو هو المعيار ديالك المثقفين والأشباه المثقفين والكذا، وراه السي عبد الرحيم الرسيمي عمره رد عليك، راه رد عليك كلام يعني هو إلا بغيتي تثبت لينا العكس تناظر أنت وياه، هذا هو تثبت لنا العكس، شوفوا ثقافتكم القانونية ونشوفوا شكون اللي مثقف فيكم وشكون اللي ماشي مثقف، شكون اللي عالم شكون اللي ماشي عالم، شكون اللي مكون شكون اللي ماشي مكون، راه هو قال لك كلام اللي مباشر يعني راه تجاوب معاك، ولكن لا يُعقل. ما غاديش نجيو حنا تيردر فيهم نبداو نخربقوا، خليو اصاحبي هاد الامكانيات بعدا السي عبد الرحيم منار السليمي ولاد خليه هو كيوجه كلام وراه كيخاطب واحد الراي العام قداش شنو هو وكيوضح وكيكشف الخطط ديال هذا، ما كنقولوش انه راه انسان كيدير واحد المجهود وهذاك المجهود متواصل وما عمرو توقف عليه ودائما كان كيدير هذا الشيء، راه لا يعقل، راه لا يعقل هذا الشيء، يعني بحال ولينا لاعبين ناقصين، فعلا ولينا لاعبين ناقصين بهذه الطريقه. لاعبين ناقصين، فرقة ناقصة، لاعبين ناقصين، والآخرين خدامين جالسين كيطحنوا فينا، حملات إعلامية تدار تلفزيونات، وعندهم كاين تيار وسط فرنسا ضد هذا الشيء اللي كيدير ماكرون، ومع ذلك الآخرين الحملة ديالهم صارفين فيها، نفس التيارات، نفس القنوات، نفس المؤسسات، نفس الأبواق اللي كانوا كيهضروا على البيغاسوس، اللي كانوا كيهاجموا المغرب في الموضوع ديال الصحراء، اللي هاجموا التجمع المغرب في الملفات ديال حقوق الانسان، بجميع قال نفس اللي خاد يديروا الحملات ضد المغرب نفسهم هما نفسهم دابا خدامين اش كيديروا، فين ما كان شي فيديو ولا فيه حاجه القوات المسلحه وفرق الانقاذ خدامين دايرين خدمتهم غاديين بالمنهجيه العلميه اللي ما كاين حتى شي حد في الدنيا يقدر يدير العكس ديالها، ولا يقدر يدير احسن داكشي اللي كيدير المغرب، ولا فرنسا تفهم جرام قد داكشي اللي كيقدر يدير القوات المسلحه الملكيه في الانقاذ، لا هي لا جيشها لا امكانياتها لا كلشي ديالها، شنو غتجي فرنسا قدام المغرب في الخبره اللي عنده في الانقاذ وفي التدخل وفي الجرأه وفي الرجوله وفي القوه وفي الحزم وفي الثبات، والله ما يجي فرنسي كنتو تسواو بصله والله ما تطردكم الدول الافريقيه والشعوب الافريقيه فرنسا كامله، بصله ما تسواوهاش في افريقيا، دايرين عمليه ديال البرخان وغاديين وكذا وتنقصتوا تعيتوا في الاخر، الارهاب باقي مشتت في القاره الافريقيه ما قادينش يواجهوا، ومهاجمين خدامين علينا كيهاجموا فينا صباح مساء، ويصوروا المغرب بحال راه المغرب راه منهار وفاشل وما قاد يدير واجه الكارثه، وفي نفس الوقت ما باغيش الدعم ديال فرنسا، بمعنى بحال راه المغرب راه هو بحال بقى لهم غير حاجه وحده، يقول لك المغرب هو يدير الزلزال، هي اللي بقات لهم، هي اللي بقات لهم، يتزادوا لك صحاب نظريات المؤامره اللي جالسين كيصاوبوا يقول لك راه الزلزال مصايب مصنوع، هما اللي هادشي اللي بقى لهم في الاعلام الفرنسي والاعلام الجزائري، هادشي اللي بقى لهم يقولوا راه المغرب هو اللي دار الزلزال، هي اللي بقات لهم، هي اللي خاصهم، حمله مسعوره خدامين علينا صباح مساء، سعار اخلاقي وسلوكي ونفسي وعقلي وجنون وعته وكل شيء بجميع من اللي بغيتي، خليو هادشي كامل حنا قبلوا جابوا السي وهبي مالو ما عجبوش الحال ينتقدوا استاذ جامعي سميتو الدكتور عبد الرحيم منار سليم، راه لا يعقل هادشي، راه لا يعقل، وحنا يلاه كنتكلموا امبارح كنقولوا عندكم مشكل، انتما دابا يا اما ما تهضروش حتى واحد ما يهضر، الناس اللي خاصهم يدويو ما يتكلموش، السي بايتاس والسي اخنوش ما يتكلموش نهائيا، يا اما ما يتكلموش يا اما ينوض السي وهبي يتكلم ويطمس لها العين صافي ويخرج على كل شيء يدير كارثه، ولا خرج ننتقدوا شي حد ينوض قاضي، راه لا يعقل، هذا الشيء راه ماشي منطق نهائيا، في حين كتشوف انت الناس المواطنين المغاربه واحد من الدراري الصغار للكبار كل شيء، الاباء الامهات النساء الدراري الصغار كل شيء خدام تيتقاتل كيقلب كيفاش يوصل للمساعده، كتشوف الملك البلاد غادي شخصيا ويعني برغم مسكين يعني الله يشافيه والله يحفظه ما باين عليه اثر التعب وبين عليه هذا وبين عليه انه يسير الليل بالنهار وبين عليه الله يحفظه الله يصونه الله يقدره على هذه المسؤوليه الجسيمه الثقيله اللي هي مسؤوليه ديال القياده وديال ديال الرئاسه ديال الدوله والقياده ديالها والوقوف الى جانب مشاكل الشعب، ومع ذلك غادي كيدير خدمته والاجتماعات واللقاءات وماشي برجليه،
وكتشوف الجنود ديالنا القوات المسلحه الملكيه مساكن الليل بالنهار ما كينعسوش، خدامين ليل نهار. القوات المساعده، المديريه العامه للامن الوطني مجنده كامله، القوات المساعده مجنده كامله، الدرك الملكي مجند كامل، كلشي مجند، كلشي خدام. مصالح ديال السلطات المحليه، السلطات المغرب كلشي مجند، كلشي معبأ باش نقضوا ما يمكن انقاذه ونوقفوا في وجه هذه المشكله هذه ونخرجوا من هذا المأزق ونخرجوا من هذه الكارثه. وزير يخرج يدير خطا وملي علق عليه رئيس حكومه بقضيه، خليو كلشي يجلسوا نردوا حنا هادشي كاين. لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلبي غيسكت، والله الا قلبي غيسكت، انا قلبي غيسكت، لانه فعلا ما كت لا الاجهاد ولا التعب ولا الحديث، يعني يوميا كنواجهوا طاحونه، آلة ديال الدعايه الكاذبه المريضه الحقوده على هذا المغرب كنواجهوا فيها يوميا. تجي انت الاهم واحد فيها، يعني اهم واحد اهم واحد كيواجه الدعايه الجزائريه وخدام صباح مساء يصل لي بالنار على حساب وقته وولادو شغلو على حساب صحته على حساب كذا، خدام في هذا الشيء. جي انت يقول انا غادي نقاضيه، علاش؟ حيت انت اللي غلطتي. والسب والشتم، اشباه المثقفين، احنا كاملين دابا ولينا اشباه المثقفين، حنا اشباه المثقفين دابا، حنا لا نصيب لنا من الثقافه، لا عندنا ما عندناش، حنا اشباه المثقفين. المثقف الوحيد اللي كاين في هذا العالم هو السيوبي، هو المثقف الوحيد. راه هذا الشيء راه لا يعقل، لا يعقل. الحمله ديال ماكرون والحمله ديال اللي كيديروها العساكريه راه بدات كتبيس. هما بداو واحد الوقيته بيحاولوا يبانوا بالصوره ديال الناس اللي هما يعني متعاطفين مع المغرب وباغيين يعاونوا، وهما كلشي كيعرف انهم متعاطفين وباغيين يعاونوا، ما حتى شي حاجه. اخر همهم تعاون واخر همهم التعاطف. فرنسا اخر من له الحق يتكلم على الانسانيه. فرنسا قاتله الشعب ديال رواندا كامل، باقي دابا مداعيه مع رواندا. مشاو قتلوا في الماليين تاعيا، وقتلوا في النيجيريين تاعيا، وسرقوا في الاموال ديال الافارقه تاعيا. 14 دوله دايرين لهم ورقه ملونه حاكمينهم بها، حاكمين المصائر ديالهم. اخر من يتكلم على الاخلاق، واخر من يتكلم على الديمقراطيه، واخر من يتكلم على الحريات، واخر من يتكلم على الانسانيه هي فرنسا. دوله مجرمه، نخبها مجرمه، مثقفيها مجرمين الا من رحم ربك. كاينين فيهم الناس اللي محترمين راه صوتهم كاع مسموع. ماكرون كيقلب يضرب الطاقه التصاورات بحال داكشي دار في بيروت ملي مشى تصور مع فيروز وتصور مع هذيك المغنيه الاخرى اللي اللبنانيه ماجدة الرومي ولا شنو سميتها. كيقلب على هادشي. راه هادو علاش خاصنا نركزوا. البارح قلتها وعاود البارح قلتها، عندنا المساله الاولى هي انه راه كلشي معبأ ومجند. القضيه الاولى الاساسيه عندنا الاخوان، ما هادشي كله ما خصوش يتلفنا، هادشي كله ما خصوش نردوا على من ينبغي نردوا عليه، نناقشوا الحوايج اللي خصها تناقش، نصوبوا لا كاين شي حاجه خصها تصوب، ننبهوا المخاطر والحقائق، نعريو نوضحوا نناقشوا، هادشي مزيان كله مطلوب. ولكن موضوعنا الرئيسي الان هو الانقاذ، هو الدعم النفسي والدعم المادي والمعنوي للناس اللي هما تحت الانقاض، والناس اللي هما تنقضوا، والناس اللي هما جرحى، والناس خصنا ندعموهم نفسيا ونوقفوا معاهم بجميع الوسائل بجميع الطرق. حتى شي واحد ما يتاخر، حتى شي واحد ما يتوقف، حتى شي واحد ما يفكر في شي حاجه اخرى. حنا المغرب دابا كلنا مغاربه ملكا وشعبا ومجتمع مدني وقوات مسلحه وكل شيء، حنا خدامين على هذا الموضوع. هذا النقطه الاولى ديالنا، هي هذه خدامين عليها، ما خصناش نوقفوا على هذا الشيء. وخلي الاخرين سيرد الله كيدهم في نحورهم، وراه بدا كيرجع لهم كيدهم في نحورهم، بداو كيتفضحوا، بداو كيتعراو واحدا واحدا. والنقاش مستمر، وراه ما يمكنش شي حد عنده الحق، ما يمكنش اصاحبي. هو دابا انت السيد الوزير تاع حد ما عمرو شحال ديال الاخطاء ارتكبتي، عمر شي واحد اتصل بك قال لك شنو درتي ولا شنو ما درتيش؟ شحال ديال الاخطاء ارتكبتي، شحال ديال الكوارث التواصليه درتيهم. اخي ما تكلمش على الكوارث الفعليه اللي درتي، ما عنديش ملفاتك، ما عرفتش شنو تدير بالضبط في ديك الوزاره. التواصل، انا كنهضر على الحوايج اللي كنحكم عليها، الحاجه اللي تنعرفها اللي كنفهمها مزيان. التواصل السياسي الرديء اللي كتمارس ديما، طريقه باش كتكلم، الطريقه باش كتعبر، المفردات اللي كتستعمل، اللي كذا، شحال ديال الكوارث درتي. انت عندك الحق وانت وزير
كلامك كيدخلنا في الحيط، ما كاين مشكل، حتى حد ما يحاسبك. ومواطن بسيط اللي كلامه يلاه غيسمعوه بضع المئات ديال الناس أو بعض الآلاف ديال الناس، أو يسمعوه حتى كاع حتى مليون ديال الناس، هذا تنوض ما خصوش يتكلم، ما ينتقدكش. شكونك أنت؟ علاش ما تنتقدش؟ راه لا يُعقل هاد الشيء، هاد الشيء راه لا يُعقل، هاد الشيء راه غير منطقي، راه لا يُعقل.